راهم في سوريا يحاربوا مع جيش بشار الأسد ضد الإرهابيين. إذا كان الخبر صحيح، أقول إذا كان الخبر صحيح، الأمر خطير. من اتخذ هذا القرار يجب أن يحاسب. إذا كان رئيس الجمهورية أو قائد أركان الجيش أو أي مسؤول، يجب أن يحاسب أمام الشعب الجزائري أولا. يجب أن يحاسب ويعاقب أمام الشعب الجزائري أولا، وأمام المحاكم السورية والمحاكم الدولية، لأن الجيش الجزائري ليس جيش مرتزق، جيش أحرار لا يتدخل في الشأن الداخلي للدول، لا يحارب إلى جنب الميليشيات السورية ولا إلى جنب النظام السوري الديكتاتوري ولا إلى جنب الإرهابيين. الجيش الجزائري شارك لأول مرة في تاريخه خارج التراب الوطني في حرب العرب ضد الكيان الإسرائيلي 67 68 73. الجيش الجزائري الحر الشريف لم يشارك في أي حرب أو أي صراع مهما كان إلا الصراع العربي وليس المصري، لأنه كان تحالف عربي ضد الكيان الإسرائيلي اللي كان تدعم فيه أمريكا وبريطانيا وفرنسا. والأمر هذا انتهى في 73 وصار كندي. من يومها الجيش الجزائري لم يتدخل في أي صراع أينما كان ومهما كان، وهذه عقيدة الجيش الجزائري. لا نتدخل في الشأن الداخلي للشعوب والأمم والحكومات، لا نتدخل. الجيش الجزائري ليس جيش مرتزقة، جيش وطني شعبي يستمد قوته ويستمد عقيدته ويستمد يعني إيمانه من جيش التحرير، جيش ثورة التحرير. وبالتالي مشاركة أي عنصر من عناصر الجيش الجزائري خارج الحدود، وخاصة في أعمال قذرة مثل ما كان يحدث في سوريا، هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مرفوض. لا يقبله أي جزائري حر شريف، أي جزائري عاقل يرفض مشاركة عناصر الجيش الجزائري في أي عمل حقير مثل ما كان يحدث في سوريا. أمر مرفوض. لا نتدخل لا في سوريا ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في أي مكان.